السلام عليكم مجددا، أحييكم من بريفكان، ونحن عند الولي الكبير الشهير سيدي نور الدين البريفكاني قدس الله سره الشريف ورضي الله عنه. هذا الولي المشتهر الذي يسمى بالجيلان الثاني، ولي الله سيدي نور الدين البريفكاني. أحيي مرة أخرى الشيخ مخلف العلي القادري الحسيني الذي حرك فيها الشوق لما زار هذا المقام المبارك. سيد نور الدين البريفكاني نزوره حبا في الله وعشقا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حبا في آل البيت، حبا في الصالحين غير مشركين بالله، من افترى علينا ذلك فهو ما عرف الله، حبا وكرامة في أهل الله. بسم الله. محمد صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم، حياكم الله، حياكم الله شيخي الحبيب، حياك الله سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هذا سيدنا نور الدين قدس الله سره الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم انفعنا ببركات أحبابك وأوليائك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، يا خالق يا بارئ يا فاطر يا عزيز يا وهاب يا قهار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نحن في حضرة البريفكان. هو العالم العامل والمرشد الكامل والجهبذ الواصل، السيد الحبيب الحسيب النسيب العلم الفاضل اللبيب، العارف الرباني والقطب الصمداني المشهور بالغوث الثاني، السيد الشريف صاحب السر المنيف، شيخ مشايخ البريفكان وسيد علماء كردستان، صاحب العلم والعرفان، وارث سر قطب جيلان، وشيخ الإنس والجان، شيخي وسيدي وقرة عيني ومرشد الإمام المجد العارف بالله أبو صافية الشيخ نور الدين البريفكاني مولدا وأصلا، الأيتوتي مسكنا ونشأة، القادري مشربا، الشافعي مذهبا، الأشعري معتقدا، الحسيني نسبا، ابن السيد عبد الجبار، ابن السيد نور الدين، ابن السيد أبي بكر، ابن السيد زين العابدين، وهذا نسبه إلى الإمام الجواد والإمام الهادي وموسى الكاظم، وعالم عامل نفعنا الله به وبسره
وبآل بيته أجمعين. أنا أذهب إلى الزيارة وأترككم تتابعوننا. السلام عليكم سيدي الشيخ مخلف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مولانا الشيخ مازن، حياكم الله. الله يبارك فيك، وهذول حتى متابعينا حتى يشوفون وجهك الأنور. ويرضى عنك إن شاء الله. ما شاء الله في حال سيدنا نور الدين. نعم سيدي، نعم نعم. الله يفتح عليكم يا سيدي ويرزقكم الوصل والوصال ويعطف عليكم قلوب أهله إن شاء الله تعالى. الله 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 الله. ما شاء الله ما شاء الله، هنيئا لكم يا سيدي. الحمد لله. الله لا تنسونا من الدعاء هناك يا سيدي. أبدا سيدي أبدا، نحن نشكرك، أنت فتحت لنا هذا الباب، لأنه لما رأيت صورتك سيدي عن سيدنا فتحركت الأشواق. هذا ابن الشيخ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يرضى عنكم. معكم أحد من الموصل؟ شيخنا الكريم، شلون الصحة؟ على العين وعلى الراس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحتك شلون يا شيخ؟ إن شاء الله بخير. الله يحفظك. والله يا شيخ مازن، شيخ عبد الجبار ما بده توصية. الله 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 يا سيدي، مشتاقين لجنابك الكريم. الله يبارك فيك يا سيدي مخلف. الله سلامنا للشيخ سعود، شيخ عبد الجبار. عمرك ممنون شيخ. الله يبارك فيك، الله يحفظكم. الله يحفظك. ايش هالمكان يا ما سيدي؟ شاء الله أنت في ضيافة أطيب ناس. والله يا سيدي مكان عجيب، فيه نور غريب، نور ساري. أنتم أهل الأطراف سيدنا. نعم
الله يبارك فيك. والله سبحان الله، كل الزيارات كل ولي عنده نور خاص به. سيدي نور الدين البرفكاني له خصوصية. هو ولادي الآن متابعين حتى عشان ننفع الناس. هذا الحرم مال الجامع، الله الله. ايه القاعة مال ما شاء الله شيخنا. ايه. فاحنا الآن في مناقشة مع بعض أصحاب العقائد الفاسدة، أنه والله قضية الشرك هي قضية باطلة أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أخاف عليكم الشرك، وقال إن الله ضمن لي أن لا يشرك به في أرض العرب. وبعدين من يزور وليا وهو يعتقد أنه إله؟ وهو بالعكس الزيارة توحيد، أنه من اعتقاده في الله يعتقد في الولي. ما تقول يا سيدي؟ ها خلي الناس تسمعنا وتسمعك. نعم، الأمر برمته هو يعني كما يسمونه كذب على الدقون وكذب على اللحى وتلاعب بالألفاظ. نعم. يعني لو رجعنا إلى كلمة الشرك ببساطة، أنت عندما يكون لك شريك، يعني الشرك واضح، أن تجعل لله ندا أو شريكا في العبادة. صحيح. نحن ما رأينا أحد من الصوفية لا في القديم حتى أهل البدع وحتى أهل الجهل لم يشركوا أبدا. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم، الرد واضح في كتاب الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، نعم. قالت النصارى المسيح ابن الله. نحن لم يظهر أحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال محمد هو ابن الله. أي أبدا. ولا في حدا قال إله أبدا. ولا في حدا قال أن ولي ينفع من دون الله. فهي عبارة عن كذب بالألفاظ وتلاعب على الناس وتحريف المعاني والمقاصد فقط لا غير. الله يعني يجزيك. هذه أمة التوحيد. ويعني فأنا برأيي هؤلاء الناس محتاجين أن يفضحوا بين الناس لتلاعبهم بالألفاظ، كما تلاعب ابن تيمية بمعنى حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، كما يتلاعبون بمعنى إذا مات ابن آدم انقطع من عمله إلا من ثلاث، يخلطون بين العمل وبين النفع. وسر على هذا المنوال. الله 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 الله. نعم سيدي. أنتم سيدي مخلف، وأنا حبيت الناس المتابعين على المباشر، نحن الآن في هذه السياحة الروحية ننشرها عمدا حتى يتعلم من لم يتعلم ويتأدب من لم يتأدب. وذولا يعني مثل المجانين مخابيل، إلا شتيمة وإلا شرك كفر قبورية، شرك كفر قبورية، مرض نفسي. هم لا يعرفون سيدي، هم مدارسهم ليس فيها مادة تسمى الأدب والأخلاق. أي لذلك ما يعرف، ما عنده قدرة. يعني هؤلاء هو أقل وأضعف، ما عنده شيخنا، فاقد الشيء لا يعطيه، لا يعرف يتأدب. يعني ممكن تناقش ملحد، تناقش كافر، تناقش من دين ممكن يتأدب، لكن هذه النوعية اللي فيهم الفكر الخارجي لا يستطيع. يعني هو مسكين ما يعرف يتأدب. إذا تأدب ممكن يمرض، يعني ممكن يحاول يتأدب أمامك هيك يتصنع، ممكن يمرض أسبوع كامل لأنه تأدب. ولذلك أنا دائما أقولها، نحن اليوم بحاجة إلى نوعية من الصوفية أهل الوعي الذين لا يستحلون من التصوف. هذا تصوفنا، نعم، وهذا هو منهجنا، وهذا هو عقيدتنا، واللي يفعل الناس ما يفعلون. أما الخجل من إظهار العقيدة الصحيحة هذه كارثة. يشجع أصحاب العقيدة الباطلة ويوهمهم أنهم على حق. وإحنا عندنا تيار ثاني مثلا حتى في تونس بلدي، والله تيار جانب الثقافوتي هذول اللائكية، أنه والله يزور الزوايا هذا جهل وتخلف، والزوايا صنعها الاستعمار. يا أخي أنتم صنعكم الاستعمار. الزوايا قاومت وأخرجت المقاومين، أخرجت عمر المختار، وأخرجت الشيخ أبو عمامة والأمير عبد القادر وسيدي أبو الحسن بطل معركة المنصورة، نور الدين زنكي تلميذ سيدي عبد القادر. متى أخرج هؤلاء بنو ثعلبان بنو وهبان أخرجوا إلا قتلة الأمة؟ شيخ مازن، الجهاد نوعين. أنا برأيي الجهاد جهاد حقيقي مشروع مستوفي للشروط والأركان الكاملة التي جاءت في الشريعة بمقاصده وغاياته، وعندنا جهاد مزعوم، جهاد وهمي، جهاد مبني على الخداع والتزييف. فعندما تنظر في تاريخ الأمة، كل الجهاد الشرعي الحقيقي في تاريخ الأمة تجد قادته كانوا هم الصوفية. نعم. وأما الجهاد المزعوم اللي ظهر بهذا القرن الأخير، كل قادته هم الخوارج الوهابية الذين جلبوا على الأمة من الويلات ما لم يجلب إليها في 1000 سنة. أي والله صدقت. هذا واقع للأسف.
لذلك كتاب الدكتور البوطي عن الجهاد كان كتاب رائع، وأكيد أنت اطلعت عليه. نعم. الجماعة يعني، فلذلك لا نعم، أنا أزور الزوايا وأزور المقامات وأتبرك بها ولا أستحي. لما أستحي؟ الله يبارك فيك. وهذا ما أردنا أن نقوله، نحن أهل علم، وأنا وياك نعرف بعضنا من قرابة 20 سنة، فمنهج علم بلا تبديل ولا تعديل. علماء الأمة وأفذاذها ما من سند في الحديث ولا في الفقه ولا سند في التلاوة للقرآن الكريم ولا في الأصول ولا في غير إلا في رجال الصوفية، وهم نشروا الإسلام. ولا سند في الفهم أيضا، حتى الفهم. حتى الفهم نعمة يا سيدي، قال جدك الإمام علي: والفهم يؤتاه الرجل منا. أنهم ما يفهمون ما يفتهمون. والله ربك في السماء وهو خالق السماء، يعني كيف يكون خالق في مخلوق؟ سبحان الله العظيم. فكما قلت لك، نحن بحاجة إلى علماء لا يستحيون مما يفعلون. أحسنتم. الحق وفق الشريعة. نعم، أنا أزور المقامات وأتبارك بها وأقبلها ولا أستحي. ولماذا؟ خلاص، هذا الذي نحن نحتاجه. فالله يرضى عنكم. الله يجزيكم الخير. ألف خير على هذا المنهج وهذه الدعوة، وانشروها بقدر استطاعتكم. بارك الله بكم. جزاك خير. الله خير. أنا تعمدت أن أبث كلمتكم المباركة على تلاميذنا ومريدينا. الله يحفظك. والحمد لله. ونلتقي. سلامنا لكل الأحباب اللي معكم. جزاك الله خير سيدي الشيخ مخلف. ونلتقي. والشيخ مخلف حبيب قريب، هو وأخوه الشيخ سيدي عيسى العلي حذيفي الحسيني. أخ عزيز يا شيخ مازن. الله يبارك فيك شيخي. ونلتقي إن شاء الله قريبا في الإسكندرية إن شاء الله. ننتظركم إن شاء الله. لا تحرمنا بركات دعاءكم سيدي. للجميع. لا تحرمنا من دعاءكم الله يرضى عنك ويفتح عليك يا شيخ. السلام عليكم. السلام. في أمان الله تعالى. وعليكم السلام. إذن السلام عليكم حبايبنا كلكم. وهذا مشهد جميل من مشاهد الدنيا، مشهد زيارة سيدي نور الدين البريفكاني قدس الله سره الشريف. أردنا أن ننفعكم بهذا. أخذ لي وقت أعمل لي صور، بس خلينا الشيخ يعطينا معلومات يفيدنا بها. وعرف بنفسك وبأبيك حتى نعم الناس تعرف وتفتهم. بلى شيخنا العفو. حبيب قلبي الله يطول عمرك. سيدنا الحبيب. شيخ أنا خادمكم عبد الجبار بن الشيخ سعود البريفكاني. نعم. نحن حاليا في قرية وتكية الشيخ نور الدين البريفكاني قدس الله سره. تقريبا العمر مال القرية منذ تأسيسها تقريبا 400 سنة لحد 1610 تقريبا. نعم 1610، يعني تقريبا منذ حوالي 4 قرون. نعم. هذا الجبل من أشهر الجبال في منطقة كردستان العراق، اسمه جبل مامسين. جبل مامسين يعني، وكذلك توجد هنا جبل الأولياء والصالحين. جبل الأولياء والصالحين. وأيضا يوجد عدد من الكهوف في منطقة تكية البريفكان. كان الأولياء والصالحون هنا يتعبدون الله سبحانه وتعالى. نعم كانوا يأتون من أربيل ومن السليمانية. وإلى حد هذه اللحظة يوجد العديد من المحبين يأتون من شتى بقاع الأرض، يأتون إلى تكية بريفكان. هنا توجد غرف للمريدين والمحبين الذين يأتون إلى زيارة الشيخ. وهنا أيضا هذه التكية البريفكاني وهذا الجامع. وأيضا هذا الهيكل. سوف نقوم هنا نقوم ببناء مدرسة دينية. مدرسة دينية في هذا الهيكل، ولكن إن شاء الله خلال الأيام المقبلة هذه المدرسة الدينية. وهذه أيضا قاعة للضيوف الذين يأتون هنا. وهذا من أشهر الجبال، من جبل مامسين، أشهر الجبال في هذه القرية وفي منطقة كردستان وفي محافظة دهوك. نعم. هنا الأراضي مال القرية. وهناك أيضا المدرسة البريفكانية، المدرسة حيث أن الطلاب من بقية القرى المحيطة يأتون هنا للدراسة. بل يا شيخنا نحن نحييكم، نحيي أهل كردستان، نحيي الله يسلمك. الله يسلمك سيد نهرو ممنون شيخنا القادري الكسنزاني، وكذلك كل المشايخ الذين نحبهم والذين نعرفهم هنا، والدكاترة والذين يستضيفونا والذين يحبون أن يستضيفونا، نحييهم جميعا. هذا من ضيق الوقت لا نستطيع أن نكون بينهم. إذن أجدد تحيتي للسيد نهر الكسنزاني القادري ابن عمنا وحبيبنا الحسيني، وكذلك لكل المشايخ في أرض كردستان المباركة العامرة بالصالحين. ونشكر آل بريفكان، أهل المدرسة المحمدية القادرية الحسينية نسبا، وفيها ما فيها من خير وبركات. والحمد لله، ربنا يحفظ العراق. أترككم مع هذا المشهد، وإلى اللقاء إن شاء الله.
نكمل زياراتنا ولقاءاتنا. شكرا جزيلا لكم. أي نعم، مشهد جميل. طيب وبيزاج مانيفيك.